طيب نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك وحازم محمد او حازم امام الصغير. امبارح قالوا هيروح السعوديه الصبح الظهر، يعني عندنا هنا في البرنامج، وبعدين بالليل نفى اللاعب انه رايح السعوديه ورايح بلجيكا، قال انه رايح بلجيكا. النهارده بقى عرف انه رايح السعوديه تاني، وراح فعلا يصل السعوديه للتوقيع لصفوف الفيصلي السعودي. غادر حازم امام الصغير جناح الايمن للزمالك صباح اليوم متوجها الى المملكه العربيه السعوديه من اجل الخضوع لكشف طبي مع نادي الفيصلي السعودي قبل التوقيع رسميا على عقود انتقاله اليه. وكان حازم على قرار من السفر الى بلجيكا وتوقيع لنادي جنت، الا انه غير في النهايه وجدد الدوري السعودي. ومن المنتظر ان يتقاضى حازم $1,100,000 في سنتين ونص، نظير التوقيع لصالح الفيصلي لمده عامين ونصف. زي ما قلت ينتظر حازم امتى فسخ عقده بشكل رسمي. امبارح كان معانا المستشار جلال ابراهيم وقال الكلام ده مش ممكن هيحصل، وان حازم ملوش اي حاجه عن نادي الزمالك وفلوسه في البنك باسمه محطوطه 92,000 جنيه، وبالتالي ملوش حق انه يفسخ عقده. هو مشي ما بيجيش. هل وكيله هو قال له لا يا نادي الزمالك ملوش حق فيك؟ لما اللعيب يعمل بهذا الشكل هل هو المفروض يبقى سامع وقاري؟ نادي الزمالك بيقول مستشار جلال ابراهيم راجل قانوني، قال ومع ان هو القانون بتاع مستشار جلال ابراهيم مش بتاع الكوره يعني، ولكن هو راجل بيدرس قوانين وبيتكلم من خلال قوانين دايما، فبالتالي مش هيقول حاجه غلط يعني في هذا الشكل. هو امبارح عندنا هنا او اول امبارح في الملاعب اليوم قال بشكل بشكل نهائي ان حازم امام مش ممكن يروح من غير ما يبقى فيه، لو راح يعني هيبقى فيه طبعا غرامات وتوقف، وهو من حق نادي الزمالك حتى الان. واللي بيعمله ده طبعا هو اللي هيعود عليه في الاخر بمشكله كبيره جدا. وانا بقول لكم انها هتعود عليه بمشكله، حتى لو راح لعب في هناك انا بقول لكم برضه هيبقى عليه مشكله كبيره جدا، لانه صعب جدا بتلعب. يعني لو تشوفوا كده تاريخ اللاعبين اللي مشوا وسابوا انديتهم، وممكن يبقى ليهم يعني مشوا وسابوا ومشوا وما حدش حصل لهم حاجه، هتلاقيهم دايما بيرجعوا ودايما ما بيوفقوش بره. والله اعلم يعني، كل شيء طبعا كل واحد ليه توجهاته وليه ده ممكن مستواه يتغير، ولكن انا بقول بالخبره الماضيه اللي شفناها كل اللعيبه اللي مشيت بهذا الشكل محدش نجح فيهم ورجع، ولما بيرجع بنشوف دايما الندم وانا اسف وانا غلطان. ولكن اعتقد بيبقى دايما الوقت بعد والوقت فات وبيبقى محدش متقبل للاسف. لكن دايما اللعيب الذكي ما بيشوفش الحالات الاديه، دايما بيبص تحت رجله بس، ما بيبصش لقدام، ما بيبصش لما يبطل كوره ايه اللي هيحصل. دايما اللعيب، وده الفرق بين لعيبه ولعيبه، في لعيبه بتعرف تبص لقدام ازاي وبتعرف تشوف حالتها ازاي. ممكن ما يبقاش بيكسب دلوقتي المبلغ اللي هو عايزه، ولكن قدام على مدار 20 سنه هيقعد يكسب، لانه هيبقى مثلا بعد ما هيبطل هيخش في الاداره او يخش في التدريب، فبيته هيفضل مفتوح لفتره كبيره. لكن في لعيبه بتبص انا عايز دلوقتي حالا، تديني دلوقتي لا اما مش هلعب، وبالتالي اللعيبه دايما بتبص تحت رجلها واديني دلوقتي. دي اعتقد بعد ما بطل كوره او حتى وهي بتلعب كوره بعد شويه ما حدش بيفتكرهم خالص وبيرجع، والله اعلم ايه اللي يحصل فيه يعني. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. طيب خلينا ناخد تليفون من المغرب.